قصه مستعجله ما نكذبش عليكم. كيف وصلت لي تلفت ما تليش عارفه ما نقول صاحبه القصه من غير القصه ديالك غادي تحط اليوم قبل ما نغدا. كنتمنى انكم تسمعوا لهاد القصه وتشاركونا الاراء والتعاليق ديالكم. سميتي سميه واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى ليا، وغادي نبدا لكم القصه ديالي في الاول باختصار غير باش تعرفوا الظروف ديالي وتقدروا انكم تعاونوني وتقولوا لي شنو ندير. انا واحد البنت عاديه تزاديت وكبرت في العروبيه وسط واحد الاسره اللي على قد الحال. والديا كانوا واحد الناس دراوش، خلى ليهم جدي واحد الطرف ديال الارض كيزرعوه ومضاربين مع الزمان، عندهم بهيمات وبقيرات بحالهم بحال الناس العروبيه كاملين. كنا عايشين على قد الحال، والدينا داروا ما في جهدهم باش نقراو ونديروا المستقبل، ولكن ما نكذبش عليكم البنات حتى شي واحد فينا ما كمل على سيدي ربي ودار شي حاجه في حياته. المخير فينا ما وصلش للكاتريام، ومنهم نيت انايا. كنت وصلت للثاني اعدادي وحبست القرايه حيت اولا المدرسه بعيده وثانيا داكشي جاني صعيب. المهم بقيت جالسه في الدار، وبحكم انني كنت زوينه وعاطيه للعين تقريبا اش غنقول لكم، مني كانت عندي داك 15 14 عام بداو كيجيو فيا الخطاب، مازال صغيره بزاف. والديا كانوا كيقولوا لا ماشي دابا بلاتي شويه، هادي من هنا هادي من لهيه، حتى ولاو الناس كيهضروا فيا وكيقولوا علاش ما بغاش تزوج، علاش ما بغاوش يزوجوها والديها، حيت في الوقت ديالنا كانوا البنات كيتزوجوا دغيا دغيا، يعني 14 15 كتلقايها تزوجات ودارت دويرتها. انا الاب ديالي كان فيه واحد شويه الذوق وفيه واحد شويه الانسانيه، وكان حنين فينا بلا قياس، وديما كيقول بناتي ما بغاش ليهم التزويجات ديال التكرفيس. وفيما كيكون شي راجل اللي غيسكننا مع والديه كيقول خلي البنت غير تكبر شويه، على الاقل فاش تمشي تقدر تدافع على راسها، تقدر تبدا حياتها، المهم تكون قاده بهداك الشيء اللي كدير. ما يمكنش نصيفط طفله عندها 14 ولا 13 عام لدار عامره باللوسات وباللواس. غادي نبقاو جارين هكاك حتى النهار اللي غادي ندير 17 عام. تما غيجي تقدم ليا واحد الولد كان ساكن في واحد الدوار قريب لينا، هو كان خدام في المدينه. ومن النهار الاول اللي جا قال لبا انه غيديني معاه. با كيف سمع غيديني معاه طار بالفرحه، ما تناقش جوج مرات. ديك الساعه كان جاي عند امي وقال لها جاي الخطاب وجدي. جاو الناس، شافني الولد اصلا شافني من قبل، كان شافني في واحد العرس كان داز عندهم في داك الدوار وكنت حضرت ليه. الامور تيسرات، انا الولد كان عجبته، المهم تزوجنا زواج تقليدي. درنا ديك الساعه الخطبه وداك الشيء ومشى السيد حتى لواحد المناسبه كانت عندنا، عاد كان جا دار العقد ودرنا العرس وكان داني لدارهم. دوزت معاهم تقريبا واحد الاسبوع، ومن موراها درت يديه في يديه ومشيت معاه لدارو اللي في المدينه. ما غنقولش لكم ان السيد لقيتو لاباس عليه ولا لقيتو مسلوط، لقيتو على قد الحال، عنده واحد الفرط مكارهه، مقاتل مع الزمان، مفرشي ومخليشي. المهم انا بالنسبه لي هذاك الشيء بحال الجنه، لانني كنت ساكنه في واحد القنت وجيت واحد القنت واحد اخر. المهم السيد كان مغيار بلا قياس وكان قاصح بزاف، ومن هذوك الرجال القدام ديال الكلمه لا كلام فوق كلامه ولا شوار فوق شوارو، يعني ما تفلفليش نهائيا قدامه. صافي كنت واحد البنت انا درويشه، ما كندخل ما كنخرج، جالسه غير في الدار، ما كنخرجش نهائيا للزنقه. شي الا بغيت نمشي للحمام خاصو هو اللي يديني وهو اللي يجيبني، الا بغيت نتسكى هو اللي كيمشي يكسيني، هو اللي يمشي معايا في كل شيء يا بنات. دوزنا تقريبا واحد 7 شهور، صراحه ما كانوش شي مشاكل ولا شي حاجه، حتى انا كنت واحد البنت كيف ما كنت داخله سوق راسي، ما كنحاول انني نبعد من استطاعت. اللي كيقول لي كنقول له واخا، كيقول لي الشاشه الراره. المهم دوزنا واحد المده، كتب عليا، كنت حملت ببنيه. المهم حملت، السيد بحال ما عجبوش الحال، قال لي